انت فاكر نفسك بقيت مين لما مسكت السلطة؟ سجن ستانفورد ازاي تخرج الوحش اللي جواك؟ قد ايه ممكن تتغير لو اتحطيت في المكان الغلط؟ هل انت واثق في اخلاقك ومبادئك للدرجة اللي تخليك تفتكر انك مستحيل تأذي حد؟ الحقيقة المرعبة ان في تجربة اثبتت اننا كلنا مشروع وحوش، بس مستنيين الظروف المناسبة علشان نكشر عن أنيابنا. النهاردة هحكي لك عن ناس طبيعية جدا زيك وزيي اتحولوا لنسخة مخيفة وسادية في 6 أيام بس. في الصيف سنة 1971 عالم النفس فيليب زيمباردو قرر يعمل تجربة في قبو جامعة ستانفورد علشان يفهم سيكولوجية السجن. جاب 24 شاب جامعي من أذكى وأهدى الشباب وتأكد باختبارات نفسية دقيقة إنهم أسوياء تماماً وما اندفعوش لأي سلوك عدواني قبل كده. قسمهم لحراس ومساجين بقرعة عشوائية، يعني مجرد حظ هو اللي خلاك لابس بدلة حارس أو لابس لبس مسكون. اللي حصل كان كارثة بكل المقاييس البشرية. التجربة اللي كان المفروض تقعد أسبوعين اضطروا يوقفوها بعد 6 أيام بس، لأن الموضوع خرج عن السيطرة. الحراس اللي كانوا شباب أسوياء وطيبين اتحولوا لوحوش ساديين. بدأوا يمنعوا المساجين من الأكل ويجبروهم ينظفوا الحمامات بإيديهم ويحرموهم من النوم. المرعب مش بس في القسوة، المرعب إنهم بدأوا يستمتعوا بالإهانة دي وكأنها حق مكتسب. المفاجأة الصادمة إن الناس دي ما كانتش وحشة ولا عندهم تاريخ إجرامي، هم وقعوا في فخ بنسميه في علم النفس تأثير لوسيفر، وهو إزاي البيئة والسلطة المطلقة ممكن تحول ملاك لشيطان. الحراس لما لبسوا البدلة الموحدة والنظارات الشمسية اللي بتخبي عينيهم حصل لهم حاجة اسمها فقدان التفريد. ما بقاش يحس انه احمد او محمد المسؤول عن افعاله، بقى يحس انه جزء من منظومة بتمارس سلطتها، وده خلى ضميره ينام في هدوء. وعلى الناحية التانية المساجين حصل لهم انهيار نفسي كامل، فقدوا هويتهم وبقوا مجرد ارقام. حتى زيمباردو نفسه صاحب التجربة انغمس في الدور وبقى يتصرف كأنه مدير سجن بجد مش كعالم نفس، ورفض يوقف التجربة في الأول رغم صريخ الشباب لحد ما خطيبته دخلت وشافت الجحيم ده وهددته إنها هتسيبه لو ما خلصش المهزلة دي فوراً. التجربة دي بتعلمنا إن النفس البشرية هشة جداً قدام بريق القوة وستار الوظيفة. إحنا مش دايماً بنختار نكون أشرار، لكن أحياناً الدور اللي بنلعبه في الحياة هو اللي بيمحي إنسانيتنا. لما تلاقي موظف بيعذب الناس في طوابير أو مدير بيستلذ بإهانة موظفيه أو حتى شخص على السوشيال ميديا بيقطع في فروة حد وهو مستخبي ورا شاشة، اعرف إن ستانفورد بتتكرر كل يوم بس بأشكال تانية. انت طبعك كده فعلا ولا الظروف هي اللي عاملاك كده؟ لو بكرة الصبح بقيت في منصب قوي ومعاك سلطة مطلقة ومحدش بيحاسبك، هل هتفضل الشخص الطيب اللي نعرفه؟ ولا هنشوف منك نسخة تانية تخوفنا منك؟ الحقيقة إن أغلبنا أخلاقي لأن ما عندناش فرصة نكون غير كده، لكن الاختبار الحقيقي للأخلاق بيبدأ لما تمتلك القوة وتختار ما تستخدمهاش ضد الضعيف. فكر في الناس اللي بتنتقدهم النهاردة وشوف لو كنت مكانهم وبنفس صلاحيتهم وتحت نفس ضغوطهم كنت هتعمل إيه؟ يمكن تكتشف إن الفرق بينك وبين الوحش اللي بتكرهه هو مجرد بدلة أو كرسي أو ظرف ما تحطتش فيه لسه. بطل تثق في ثباتك الأخلاقي قبل ما تتحط في الاختبار الحقيقي، لأن القبو في ستانفورد لسه مفتوح وجاهز يستقبل مساجين وحراس جداد في أي وقت. خليك واعي للوحش اللي جواك عشان تقدر تسيطر عليه قبل ما هو يسوقك. سلام.